السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر تطورات مترو اسكندرية وفيديو جديد النهاردة. الفيديو ده متصور يوم الأحد 29/6/2025. زي ما حضراتكم شايفين بيتم حاليا رفع كاميرات مترو اسكندرية من خلال ماكينة الجردر، والماكينة دي طبعا موجودة أمام نفق محمد نجيب، طبعا لتكملة باقي الكاميرات لحد محطة فيكتوريا. والماكينة دي خاصة للأماكن الضيقة اللي ما ينفعش توصل ليها الأوناش، وكمان عشان ما يتمش إزالة المباني الموجودة أمام مسار المترو. طبعا بنتابع معاكم آخر تطورات مترو اسكندرية، وكمان تابعت معاكم في آخر فيديو لمحطة باكوس ومحطة الزهرية. طبعا البيوت هناك قريبة جدا من مسار المترو، وكمان أماكن ضيقة وصعبة جدا، من أول الرمل الميري لحد محطة الزهرية. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيتم رفع الكاميرات. بقى طبعا الشغل أسرع شوية عن الأول كان الشغل بطيء برفع الكاميرات، لكن دلوقتي تم رفع 10 كاميرات ما بين محطة محمد نجيب ومحطة فيكتوريا. أمام حضراتكم كده شارع محمد نجيب على شمال الصورة، وأمام الونش كده بالظبط هتلاقوا سلم بينزلكوا على الجزيرة الخضراء وبيطلعوا كمان على شارع مصطفى كامل وكارفور وفتح الله. وحاليا بيتم البدء في عمل كوبري محمد نجيب الجديد. طبعا هيتم بقى ردم النفق اللي موجود في الجهة البحرية، وهيتم فتح التفريعتين على بعض اللي موجودين في سيدي بشر قبلي، واللي جاي كمان من سوق دربالة هيتم فتحهم على بعض. وحاليا شارع محمد نجيب الجزء الأول مفتوح أمام السيارات طبعا لحد تقاطع شارع جمال عبد الناصر، بعد كده الشارع مغلق. وبالنسبة للعربيات والمشاريع اللي جاية من عند سوق دربالة أو فيكتوريا وعايزة تطلع الكورنيش على البحر جهة المنتزه أو المعمورة، هتتجه طريق جمال عبد الناصر يمين، وهيطلعوا على طول على شارع مسجد سيدي بشر أو عند حي المنتزه. واللي عايز يطلع على البحر اتجاه محطة الرمل أو المنشية بيطلع على شارع جمال عبد الناصر بيتجه شمال، وبعد كده هيطلع على شارع الإقبال وبعد كده على المحروسة. ومن المحتمل أن يتم عمل محور من شارع مصطفى كامل عند كارفور وفتح الله، ويجي من الجزيرة الخضراء ويطلع على محور ملك حفني. طبعا المعلومات دي لسه متأكدتش، لأن طبعا لو تم عمل محور هيتم إزالة بعض البيوت اللي موجودة في الجزيرة الخضراء. ومن 20 سنة تقريبا كان هيتم عمل مشروع نفق من الجزيرة الخضراء ويطلع على شارع محمد نجيب، لكن المشروع ده تم إلغائه عشان كان بقى بيتم عمل نفق محمد نجيب. وتابعته معاكم قبل كده في فيديو كان تصوير حصري في منطقة الجزيرة الخضراء. الفيديو ده هنزله لكم عند علامة الآي. وزي ما حضراتكم شايفين هنا تم رفع الكاميرا الأولى. طبعا بيتم رفعها بشكل بطيء جدا، وبيتم رفعها كمان عن طريق مهندس بيبقى معاه كده ريموت، هو اللي بيتحكم في رفع الكاميرات. دي كده الكاميرا الأولى هيتم تركيبها، ولسه في كاميرا تانية هيتم تركيبها كمان في نفس اليوم. كده بقى عدد الكاميرات 10 كاميرات موجودين ما بين مسار مترو اسكندرية ما بين محطة محمد نجيب ومحطة فيكتوريا. وحاليا بيتم العمل 24 ساعة كل يوم، شغالين في موقع محطة محمد نجيب. وإن شاء الله يتم انتهاء مشروع مترو اسكندرية على خير، وبعد كده يتم بقى تطوير ترام الرمل لأنه صعب جدا. المحطات كمان اللي موجودة متكسرة متهالكة جدا. طبعا في فيديو صورته لكم عن خروج ترام باكوس عن مسار القضبان. طبعا الوضع كان مؤسف جدا. الحمد لله ما فيش أي خسائر، لكن وقف بقى طبعا المرور
الناس مش عارفة تعدي، فكان الوضع صعب وأهم حاجة يتم تطوير ترام الرمل بعد الانتهاء من مترو اسكندرية عشان طبعا ميبقاش فيه ازدحام مروري وعائق طبعا على الناس اللي بتركب المواصلات. دي كده الكاميرا التانية جاية اهي على الكساحة، تم تركيب خلاص الكاميرا الأولى. طبعا دلوقتي عمل الماكينة الجردر بقى أسرع شوية عن الأول. أول تركيب كاميرتين بالماكينة كان صعب شوية، وحصل عطل في الماكينة، لكن حاليا دلوقتي بيتم وضع الكاميرات بشكل أسرع. وخلاص فاضل كاميرات بسيطة لحد ما نوصل لمحطة فيكتوريا. وزي ما حضراتكم شايفين كده الكاميرات من أول محطة محمد نجيب لحد أمام نفق محمد نجيب كده خلاص تم تركيب الكاميرتين زي ما حضراتكم كده شايفين. بتشهد حاليا اسكندرية تطورات ضخمة جدا من مشروع توسعة الكورنيش، مترو اسكندرية، عمل كوبري محمد نجيب الجديد، كوبري 45 الدولي، كوبري محمد نجيب اللي على البحر اللي خلاص تم وضع الكاميرات عليه، وكمان بيتم وضع الأسفلت وخلاص فاضل كمان الانترلوك. ويتم الانتهاء إن شاء الله قريب من عمل كوبري محمد نجيب، وإن شاء الله قريب يتم فتح الكوبري. أهم حاجة يتم تطوير الشوارع العشوائية والمناطق العشوائية الموجودة في اسكندرية، شوارع كتير جدا ومناطق عشوائية كتير جدا، طبعا كمان مليئة بالقمامة، المنظر صعب جدا، وضع صعب جدا كمان في شارع المعهد الديني. احنا شفناه قبل كده وصورناه. الباكيات الموجودة مخلية الشارع يعني شكله مش حلو خالص، الشارع صعب جدا. يا ريت التطوير والاهتمام ورفع كفاءة الطرق الموجودة في اسكندرية. وهنا كده الماكينة وصلت للعمود التالي عشان يركبوا باقي الكاميرات. الأعمدة كده موجودة، المسار كده قدامنا لحد محطة فيكتوريا، هنا نفق محمد نجيب اللي جاي من سوق دربالة، وحاليا بيتم عمل الأساسات الموجودة في محطة فيكتوريا. موجودين دلوقتي أمام محطة فيكتوريا زي ما حضراتكم شايفين. تم وضع الأساسات في موقع المحطة، الأعمدة أهي خلاص بقت باينة، إن شاء الله يتم المشروع ده على خير. ودي كانت جولتنا النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.